اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا ويا لوز، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. جمعة مباركة عليكم. حبلش اليوم روتين وياكم. بديت أحضر بالريوق، هيجي ريوق سريع لأن شوي قعدنا متأخرين. زبدة الفول السوداني على نيوتيلا على زيتون على لبنة على كرزات على فراولة، وهاي السوالف، وعلينا وبيض، أو علينا وعليكم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. هذا الطبق برعاية ماما الله يحفظها. هذا اللوز البرازيلي أموت عليه بنات، منو من عندكم تحبه؟ يعني ما أكل من عنده باليوم. كلش طيب وهيجي كريسبي ولذيذ. وأكيد ما يحلى الريوق العراقي والغدا والعشاء إلا ويا الشاي العراقي المهيل. هاي البيض وهاي السمسمية والكرزات الفراولة. هسه حبلش بيومي. أول ما بلشت نظفت الحديقة والطرمة. هاي بزونة، هاي البزونة الكتكوتة الحلوة. بلش أنظف بالحديقة هيك بشكل سريع، بس مجرد تنظيف بسيط، لأنه هاي أول ما بلشت أحضر بالفرشة. مثل ما قلت لكم تنظيف سريع لأنه هي نظيفة، بس مجرد ما أزيح هيك شوية الأتربة. عندنا التمر اللي يوقع من النخلة، هبلش هيك بشكل سريع أنظفها. وهنا نظفت الباب، المكان اللي برا الباب طبعا مش تنظيف سريع لأنه احنا قبل يوم نظفناه. فشوفوا المكان شلون طلع حلو ومرتب ونظيف. ما أعرف هيك أجواء الجمعة تحسسني بالطاقة والحيوية والنشاط. بعدنا مستمرين بالتنظيف، وبعدها أخذت شاور وغسلت غسل يوم الجمعة. وهنا حبلش بغدانا. هذا يوم الجمعة المميز. حبيت أسوي تمن أحمر وسمك، فحبيت وياكم أسوي الطريقة. تمن منقوع قبل نص ساعة، باذنجان وطماطة وفلفل وبصل ومعجون وبهارات وملح، وعندي الجذر محضرته وزيت. بنات جربوا هاي الطريقة كلش لذيذة. هسه شوفوا مثل ما تشوفون
قطعت البصل والفلفل والطماطة والباذنجان بهذا الشكل، تقريبا يعني مكعبات ناعمة. إذا تردون تسوونه أكبر أو تسوونه أصغر براحتكم. ضف الزيت، بعدها أضيف البصل وأحمسه لحد ما يذبل وشوية لونه يشقر. أضيف عليه الفلفل. تابعوا وياي الطريقة. بديت أحمس بالبصل، مثل ما تشوفون بدأ البصل شوية يذبل عندي. هنا نتغير لون البصل وذبل، حضيف الفلفل الأخضر وفلفل دارة وأحمسهم سوية لحد ما يذبل الفلفل الأخضر. بنات لا تخلون البصل يوصل لمرحلة كلش يعني إنه يشقر، لا شوية هيك شوية صار بيه لون. وهنا نضفت الباذنجان وياهم قبل الطماطة حتى ينحمس شوية ويتقلى ويصير بيه لون حلو. بنات هاي الطريقة جدا مفيدة خصوصا للي عندها أطفال واللي ما يحبون الباذنجان. فبهاي الطريقة من تضيفين ويا التمن الأحمر وهيك بهذا الشكل الناعم ما يحسون بيه أبد ولا يعرفون أنت مخليه باذنجان. هسه آخر خطوة حضيف الطماطة وأقلبهم سوية لحد ما تمتزج كل المكونات وتذبل كل الخضروات. شوفوا هنا شكلهم شلون صار كلش حلو والريحة ما أسولف لكم. إن شاء الله تجربوا وانطونوا رأيكم بالتعليقات. شوفوا هنا صاروا بهالشكل هذا. حضيف خاشوقتين معجون، إذا تردون أكثر أو تردون أقل براحتكم، بس أنا يعني بهذا المقدار للتمن استخدمت خاشوقتين معجون. أحمس المعجون كلش زين لأنه مثل ما تعرفون إنه المعجون بيه شوية زفر، فمن أحمسهم قلت لكم تروح ريحة الزفر اللي موجودة بالمعجون، وأبقى أحمس بيه لحد ما تروح هاي الريحة وتنطيني ريحة المعجون الطيبة. هسه أحمسهم كل زين، أحمس المعجون طريقة زينة. شوفوا شلون هسه شكله شلون تغير ونحمس ويا الزيت ويا الخضروات. أظل أحمس بيه لحد ما تطلع ريحة المعجون الطيبة. شوفوا شلون هسه حتى شكله يتغير ولونه يتغير. بعدني مستمرة بالحمس لحد ما تروح الزفر الموجود بالمعجون وتطلع ريحة المعجون الطيبة مثل ما قلت لكم. حضيف التمن منقته قبل نص ساعة، بعد أنتم حسب نوع التمن اللي تستخدمونه. وأقلبهم سوية التمن ويا المعجون والخضروات. مثل ما تشوفون هضيف البهارات كركم وسبع بهار براحتكم انتم تردون. هسه انا اللي استخدمته تقريبا يعني خاشوقة صغيرة مو كبيرة، حسب الكمية اللي عندكم. حضيف ملح تقريبا خاشوقة. انتم اذا تردون اكثر او تردون اقل قلنا حسب الكمية اللي مستخدمين، حسب كمية التمن. واقلب بيهم لحد ما تمتزج كل المواد. يعني صدقوني بنات بهاي الطريقة التمن الأحمر يطلع فد شي كلش لذيذ.
إن شاء الله تجربونه وتعطوني رأيكم بالتعليقات. شوفوا بنات شلون صار اللون، احمس بيه لحد ما يتغير لون التمن وياخذ كل المكونات، المعجون والبهارات. هنا حضيف المي. الكمية حسب نوعية التمن اللي انتم تستخدمونه. انا اعرف مقدار التمن ايش قد يحتاج مي، فلذلك ضفت هاي الكمية. طبخت التمن وخلصت، حجهز السمك. عندي سمكة غاسلتها بطريقة زينة، انشفها بكلينس وبعدها املحها. سويت بيها فتحات من الجانبين حتى الملح يدخل داخلها. بالعادة أنا السمك قبل لا أبلش بأي شي أنقعه بليمون وملح. هنا مثل ما تشوفون ليمون أو عندكم نارنج يطلع بعد أطيب. بنات اليوم حقلي، انتم إذا تشونه بعد طريقة ثانية إن شاء الله أنزلها بغير فيديو. هنا أنا استخدمت طحين وكركم وبهارات سمك وشوية ملح، حتبل السمكة بيهم. بهاي الخلطة حتبل السمك. إن شاء الله شو السمك أنزله بفيديو ثاني. مثل ما تشوفون شلون تبلتها بالخلطة اللي سويتها. قلت لكم كركم وطحين وبهارات سمك. هنا أنا قليتها، عندي هاي طاوة مخصصتها فقط للقلي السمك، ما استخدمها لأي شي ثاني. بين ما السمك يستوي حجهز سفرتنا. هنا أنا عندي شوندر أسلقه بكميات، أضمه بالثلاجة. بلشت أحضر التمر. وهنا أنا عندي الشوندر والطبق اللي دائما أحبه ويا السمك اللي هو البصل الأخضر والفجل والخيار والنارنج أو ليمون، وعندي جزر حسب أنتم شنو اللي تحبونه. صبيت التمن والطعم بنات ما أسولف لكم، رهيب، روعة روعة. إن شاء الله تجربوها وتشوفون طريقة شلون طيبة ولذيذة. شوفوا شلون التمن حباية حباية ما شاء الله. شوفوا السمكة شلون محمصة وهيجي نكهة النارنج بيها والملح منطيها طعم روعة. شوفوا شلون محمصة. وعلينا وعليكم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. وأكيد شاي العراق المهيل بعد السمك وبعد كل وجبة. يا عيني على الشاي العراق المهيل. علينا وعليكم بألف عافية. وحبينا نغير جو بالليل نطلع شوية. هاي الحديقة الجديدة اللي موجودة قبال جسر النصر، والتمثال هذا الجديد اللي خلوه نصبوا اليوم افتتاحيته، اللي هو تمثال الشهيد أبو تحسين الصالحي، الله يرحمه إن شاء الله ويسكنه فسيح جناته يا رب ويرحم كل الشهداء. هذا التمثال بنات اللي قلت لكم عليه. حبينا شوية هيك نغير جو. طلعنا شوية هيك تمشينا بشارع بغداد وبعدها رحنا المطعم. يعني هيك كنا شي خفيف. هذا شيبس الكرادة. وهاي أجواء الكريسماس موجودة بكل مكان.
هلا بالصوبة. الجو بيومها كان كلش بارد، وهنا دخلنا اكو عبارات حلوة موجودة داخل المطعم، هيجي شيفوني وكيوت. قعدنا نشوف المنيو شنو بيه. قلت لكم هيك نطلب اشياء خفيفة لانه متغدية سمك، وبالعادة انا اذا اتغدى سمك ما احب اتعشى، بس تدرون واحد من يطلع يصير لواهس. وهنا اجا الطلب، افتحوا اقول لهم يلا فتحوا خلينا نشوف شنو طلبنا. فدوة ايد علوش، هذا علوش حبيبي. فلافل بنات، اموت على الفلافل، اعشق شي اسمه فلافل. وهنا علوش قال لي واكلين قبل لا تاكلين. الف عافية حبيبي. طلبنا كان شاورما دجاج على الطريقة اللبنانية، وهذا مطعم لبناني. وفلافل جامبو، فلافل عربي جامبو كلش لذيذة، بس الشاورما فد شي يعني طعمها كلش لذيذ. سولفنا شوية وضحكنا شوية وفتحت بث على انستغرام، وعلوش شوية شاغب وتعبنا طبعا كالعادة، حال بقية الأطفال. شاورما وبالطرطور، فد شي صوص هذا لبناني. بعد ما اجينا وغيرنا ملابسنا شوية شغلت الحاسبة، عندي شغل بيه بخصوص البحث، وراح اتفرج على المشاهدات شقد ساعة مالت الفيديوهات. فشكرا لكل شخص دا يشاهد وينطي اعجاب ويعلق، اشكركم من كل قلبي. هنا شوية نزلت كم بحث